السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد في روتين جديد، طلبيه جديده على قناتي وقناتكم مطبخ كريمه المراكشيه. لا فيديو ديال نهار اليوم نتشارك معكم ان شاء الله الرخامه، وغادي نتشارك معكم الحلوه اللي بدون عجين بالعقده ديال الكاوكاو ضمن سلسله حلويات اسبوع اكثر من 560 حبه. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو يكون خفيف وظريف على القلوب ديالكم. ما تنساونيش من لايكاتكم، بارطاج لا فيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الفائده على الجميع. وغادي نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير كيف ديما ضمن سلسله حلويات. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم الرخامه وحلوه بارده بالكاوكاو. بالنسبه لبنات الرخامه غنحتاج كيلو ديال الكاوكاو اللي خديته وحمرته في الزيت بارده، كاوكاو اللي بلا قشره. زدت عليه هنايا وطحنته، يعني كنطحنو حتى كيولي بحال شكل كسكسو، ما تخلوهش غليظ بزاف باش ما يعذبكمش في التقطاع ديال الرخامه. زدت عليه هنايا واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. بالنسبه للكاوكاو طحنته غير بوحدو، كاوكاو غليظ بلا قشره كناخذوه وكنغسلوه بالماء نخلوه حتى كينشف وكنقليوه في الزيت بارده. من بعد كنطحنوه كنزيدو عليه معلقه ديال القرفه، واحد الكميه ديال العسل تقدروا تعوضوها البنات بصوص كراميل، وواحد ربع كاس ديال ماء الزهر. صافي كناخذو كنخدمو مزيان. في حاله خصاتكم الكميه ديال العسل تقدروا تزيدوا، ما خصاتكمش انا هنا درت كاس ديال العنبه وبقيت كنخلط مزيان. كنخدم تعلك ليا، خديته هنايا فرشت واحد الميكا في واحد الطاوه عندي كتكون صغيره، وبديت على هاد الطريقه هذه كنبسط في الوجه ديال العقده. غتبان لكم العقده معلكه، ولكن هي خصها ضروري تكون معلكه هكا باش ما يبقاش يتشتت لكم الكاوكاو من بعد فاش تبغوا تقطعوه. شفتوا البنات كنبقى انا على هاد الطريقه هذه نخدم غير خدموا بمعلقه بسباتيل، المهم اللي عندكم تقدروا تخدموا به. وكنبقى نبسط على هاد الطريقه هذه حتى كناخذ الحجم ديال الطاوه اللي عندي كامل، كتكون على هاد الشكل بحال هكا. بسط هذا تولي بحال هكا. وكناخذ هنايا الشكلاط الاسود اللي ذوبته، غادي نحاول انني ندوزو كطبقه رقيقه. هذا يعني هذا هو اللي غيولي لتحت ديال الرخامه، ما غاديش يكون في الوجه ديالها. يعني هنا من بعد غادي نقلبوها. كنحاول انني كندوز واحد الطبقه اللي كتكون رقيقه، ما تكونش يعني ما نكثرش الكميه ديال الشوكولاط بكثره. صافي كنبقى بحال هكا حتى كندوز الشوكولاط على الكاوكاو اللي عندي كامل، يعني من الجناب ديال الطاوه وكلشي. يعني ما نخلي حتى شي جهه ما فيهاش الشوكولاط، غير هو نحاول انني ما نخليهش غليظ في كل بلاصه يكون الكميه ديال الشوكولاط كثيره. هنا فين كتجينا الرخامه عامره شوكولاط بزاف. صافي انا غندوز ليها على الوجه ديالها كامل وغنديرها في الثلاجه حتى كتشد ليا راسها مزيان وكتنشف ليا هاد الطبقه اللي كنكون صبقتها هكا بالشكلاط الاسود. وكناخذها كنقلبها في طاوه اخرى اللي كتكون حتى هي مفرشه بالبلاستيك، ضروري نفرشوها حتى هي بلاستيكه اولا بابي كويسون. هذا هو اللي غيكون الوجه ديال الرخامه كيف ما كتشوفوا معايا. يعني راه كتجي كلها البنات مقاده من الجناب وكل شيء، لانه انا دائما كنخدمها في هذيك الطاوه. خدموها في طاوه اولا في بلاطو يعني اللي يكون شويه مجموع من الجنيبات، غير شويه ماشي بزاف، باش تجيكم سهله حتى فاش تبغوا تحيدوها من الطاوه. هنايا العكس، هنا خديت الشكلاط الابيض كنبدا نخوي كميه فوق من الرخامه ديالي، وكنبدا كنخدم بهاد الطباطيله هادو. كنبدا كندي مزيان تا هو نفس الشيء، ما خاصوش يكون طبقه غليظه، لانه انا كنشوف شي رخامه كيكون الكميه ديال الشكلاط اكثر من الكاوكاو، يعني غير باش تجيهم ثقيله في الميزان، ولكن ما كاينش لاش. ضروري الرخامه تكون غير طبقه رقيقه ديال الشكلاط. وهنا البنات فاش تجبدوها من الثلاجه خلوها واحد شويه عاد بداو خدموا باش ما تكونش بارده وتخويو عليها الشوكولاط ويجمد لكم في البلاصه وما تبقاش تعطيكم، يعني ما تقدروش تزينوها على خاطركم. صافي هنايا كنحاول نعمر دوك الجنيبات كلهم وانا غاديه معها البنات غير بشويه بشويه. صافي حتى كنحاول انني نوزع ديك الكميه ديال الشوكولاط الابيض. كناخذ هنا بلاستيكه كندير فيها الشوكولاط الاسود وكندير هكا انا كندير غير هكا خطوط عشوائيه، المهم كتكون تزيين ديال الرخامي. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الموس وكنبدا البنات كنجيب خطوطه من الفوق بحال هكا، كنبقى غاديه معهم خطيطات تيكونوا رقاقين من الفوق.
نفس الشيء غنعاود نرجعهم من التحت، يعني نفس الحركه اللي درتها الرخامه من الفوق غنعاود نرجعها من التحت صافي. وانا باقا غاده بحال هكا. هانتوما كتجي هاد الزواقه رخاميه، لانه هاد الجنيبات البنات اللي غيبان لكم هنا الشكلاط فيهم بزاف هادو راه غيتحيدوا بالموس، يعني ما غيبقاوش نهائيا صافي. وكنبقى بحال هكا انا غنخليها البنات غير على برا حتى كتجمد. في حاله كان هاد الصهد اللي كاين دابا ما شاء الله اللهم بارك، ديروها في الثلاجه تتشد لكم راسها مزيان، جبدوها. ولكن فاش نبغوا نقطعوها ما تقطعوهاش وهي بارده. الحاجه اللي كتخلي الرخامه انها كتينفوا كيقيسها الموس كلها كتشقق، انه الجهد ديال البروده مع الموس يعني كتشقق كامله. غتجبدوها وتخلوها اكثر من نص ساعه على برا حتى كتحسوا بداك الشكلاط يعني الفوق ولا رطب، يعني مبقاش شاد هذيك البروده. وكنبدا انا كنقطع. يعني هنايا الموس انا راه ما كنديرو لا في عافيه لا والو البنات، فقط كنمسحو غير بواحد الزويف باش ما يبقاش يعني وسخ ليا الرخامه الاخرى. لانه كيكون هذاك الكاوكاو اللي لداخل يكون بعسل بالعسل، يعني كيكون معلك. داكشي علاش خاصني كل مره نمسح الموس. صافي انا كنبقى كنقطع هنا غير كميه بكميه، وسيروا معها غير بشويه. البنات اللي كيقولوا لي راه كيتشقق لينا وما كتقطعش لينا مزيان، غير ما تقطعوهاش وهي يلاه كي خارجه من الثلاجه. وحاجه تانية تحاولوا انكم تقطعوا غير بالراس ديال الموس، ماشي تحطوا الموس كامل كدوزو. هنايا بعد ما قطعتهم هكا شرائط اللي كيكونوا طوالين صافي، هنا كنجي وكنحيد هذا الراس بحال هكا وكنبدا. انا الطريقه ديالي هي انني كنحاول انني كنقيس هذاك الشكلاط بالموس، عاد كنهبط على العقده اللي كتكون لداخل. هانتوما كنقيس الشكلاط عاد كنهبط على العقده اللي كتكون لداخل، يعني كنحاول انني نورك عليها بالموس، غير كنجرح الشكلاط وكنهبط على العقده صافي. وكنبقى على هاد الطريقه هادي. بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كامله كنديرها في الكويغطات ديالها. بالنسبه للرخامه كتدفع ب90 درهم الكيلو باش كندفعها انايا. وهانتوما يعني ما كيكونوش فيها، ما كتكونش كتهرس بزاف، فقط غير هاد جوج الريوس اللي كنحيدو في الاول صافي. انا غنكمل بحال هكا ونرجع نتلاقاو مع الروتين ديالنا. هنايا غادي ندوزو لحلوه الكاوكاو اللي بلا عجينه. هنا عندي العقده ديال الكاوكاو، عندي معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الكوفيتير، شويه من النكهه ديال اللوز، ديروا باي نكهه نتوما بغيتو. وغنحتاج غير واحد الرشيشه ديال ما زهر. بالنسبه للعقده خديت غير كاوكاو اللي بلا قشره، كناخذوا البنات وكنسلقوا السلقه الاولى بوحدو، السلقه الثانيه مع قشور ديال الحامض صافي. وكنصفيه وكنخليه حتى كينشف مزيان، وكنطحنوا مع السكر سنيده. الا كان كيلو كندير مع 500 غرام ديال السكر سنيده. كيف ما كتشوفوا العقده وذكرت معكم المقادير ديالها، كنشكلها عقده وكناخذ هاد السيليكون هذا اللي كيكون على هذا الشكل هذا الطولي. وبغيتو تشكلوهم غير بيديكم تقدروا تشكلوهم، غير هو السيليكون غيجيبهم لكم قد قد وغيجيبهم حجم واحد. كنشكلهم بحال هكا وكنحطهم البنات في هذاك في هذا السيليكون هذا. كندخلهم الفران تقريبا 5 دقائق، كنخرجهم كنكون حاطه بياض البيض وحاطه كاوكاو ايفيلي. كندوزهم من بياض البيض وكندوزهم من كاوكاو ايفيلي، كنرجعهم دقيقه الفران كيتشمعوا وكنخرجهم باش يلصق عليهم هذاك الكاوكاو ايفيلي. من بعد كندير عليهم خطوط ديال الشوكولا السوداء. بالنسبه لهذا الشكل هكا تيمشي، والطريقه ديالو سهله 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 بزاف، وكيجي صراحه كيجي تا هو زوين وكيجي بنين. غير هي بالنسبه للنكهه كيف قلت لكم انا درت النكهه ديال اللوز، ديروا نتوما اي نكهه بغيتو، اي نكهه متوفره عندكم. بالنسبه لهذا الشكل هذا لا بغيتو ديروه باللوز تقدروا ديروه، يعني نفس الشيء ونفس المقادير ما كاينش شي اختلاف صافي. هنايا راه بعد ما دوزت لهم الوجه ديالهم في كاوكاو ودوزت عليهم غندوز عليهم خطوط ديال الشوكولا السوداء وصافي. البنات هنايا غادي يسالي الروتين ديالي. كيف قلت لكم الرخامه كندفعها ب90 درهم الكيلو، وبالنسبه لداك الشكل اللي بالكاوكاو بدون عجينه كندفعو ب100 درهم للكيلو. هنا غادي نخليكم على خير وبخير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي روتين جديد. وهذا كان هو اخر فيديو في الطلبيات ديال الاسبوع. اكثر من 560 حبه. علاش اكثر من 560 حبه؟ لان كل شكل كان مطلوب منه البنات 80 حبه 80 حبه 80 حبه في كل شكل.
لانه الرخامه فيها 80 حبه، داك الشكل ديال حلوه الكاوكاو 80 حبه، الكعبه 80 حبه، لي صابلي 80 حبه. المهم كل شكل غنحتاجو منه 80 حبه. اي صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال الطلبيه ديال الاسبوع. وكنتمنى ان شاء الله لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ان شاء الله نتلاقاو في روتين جديد وفي فيديو جديد. خليتكم على خير وبخير.